هل ربنا بيوحي لغير الأنبياء؟ سر الإلهام والاتصال الإلهي. شفت قبل كده الشجرة وهي بتكبر؟ أو النحلة وهي بتبني خليتها بهندسة غريبة ومدهشة؟ لو وقفت لحظة وبصيت للي حواليك باحترام هتكتشف إن كل حاجة في الكون ده ماشية بإلهام. ربنا سبحانه وتعالى بيلهم النملة وبيلهم النحلة وبيلهم الشجرة. ربنا في حالة اتصال كامل بكل مخلوقاته. هنيجي هنا مع أول حاجة، الوحي في القرآن لكل المخلوقات. ناس كتير بتبقى فاكرة إن كلمة وحي دي مقصورة بس على الأنبياء، لكن لو فتحت القرآن الكريم هتتفاجأ إن ربنا بيقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من البيوت من الجبال بيوتا. النحل بيجيله وحي من ربنا. لما اتكلم عن النار في قصة سيدنا إبراهيم كلمها وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحتى السماء لما ربنا أوحى فيها أمرها، ولما كلم السماء والأرض كلمهم: آتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. ولما نرجع للبشر، ربنا أوحى لأم سيدنا موسى وهي مش نبي وقال: وأوحينا إلى أم موسى إن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في أليم. ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى متصل بالكون كله وبكل مخلوقاته، مش بس بالأنبياء. تاني حاجة، اختلاق الكفايات والدرجات. طب إيه الفرق بيننا وبين الأنبياء؟ الفكرة كلها في كيفية الاتصال ودرجته. ممكن ربنا يلقي في قلبك أنت أو قلبي خيط أمل أو فكرة ملهمة، أو ينطق لسانك بحكمة من غير ما تحس. أما النبي فلأن مرتبته العالية جدا، فالاتصال بيكون عن طريق الملك جبريل عليه السلام، أو كشف مباشر زي لما ربنا كلم سيدنا موسى من وراء حجاب. يعني القرب الإلهي مفيش حد محروم منه أبدا. ربنا قريب مننا أكتر من حبل الوريد وأقرب لينا من دمنا، بس المشكلة فينا إحنا اللي بنبتعد عن الطريق. عشان كده ربنا قال في القرآن مستغرب من الناس: أكان للناس عجبا إن أوحينا إلى رجل منهم إن أنذر الناس. يعني بيستعجبوا ليه إنه بيوحي لرجل منكم وهو سبحانه في حالة اتصال بكل المخلوقات والكائنات. ولذلك الرحمة والصلاة على المؤمنين، ساعات لما بنقول اللهم صلي على محمد في ناس بتسأل: هو ربنا بيصلي علينا احنا كمان؟ الإجابة أيوة، ربنا بيصلي على كل المؤمنين. ربنا بيقول في القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة ربنا علينا هنا معناه إنه بينزل علينا رحماته وبركاته عشان يخرجنا من الظلمات، الشك والضياع، لنور الهداية والسلام. رحمة ربنا ما بتسيبش حد، وقربه مش مقفول على فئة معينة. ربنا متصل بالحجر والشجر والنبات والنملة والنحلة وبالأنبياء وبينك أنت كمان. كل واحد بياخد من الإلهام ده على قد مرتبته وصفاء قلبه. فافتكر دايما أنت مش لوحدك، وعمرك ما كنت بعيد. الإلهام والقرب موجودين، بس أنت افتح قلبك وافتكر ربنا. والله المستعان. واستناكم إن شاء الله، استنوني إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام.